اللاعب الفرنسي تيدي اوكو اللاعب الجديد لنادي الزمالك. تسمع عنه؟ عرفت ان الزمالك بيتفاوض معاه؟ طب شفت اي اخبار قبلها؟ ولا اي حاجه. شفت فيديوهات للعيب؟ حقيقي لعيب جامد، حقيقه تبقى صفقه قويه جدا، مش بعيد تكون دي اقوى صفقه للزمالك. احنا اصلا ما كناش نعرف عنها حاجه. جدعان هو ده الزمالك بتاعنا؟ هو ده الزمالك اللي احنا نعرفه؟ متخيل ان الزمالك بيعمل صفقه لغايه اللعيب ما يجي ويمضي واحنا ما نعرفش ان اللعيب اصلا موجود في مصر؟ مفيش حد من الاعلام اصلا طلع يتكلم عليه. انت متخيل المرحله اللي الزمالك وصل فيها يا جدعان؟ ده احنا كنا بنعرف ان في لعيب جاي من قبل اصلا ما الزمالك يروح يعني يتفاوض معاه، من كتر ما الاخبار بتتسرب على طول. احنا قبل ما كنا بنروح نتفق مع الصفقه كان الاهلي يعرف يروح يخلص الصفقه قبلنا، والقندوسي يشهد وايفونا يشهد على كده. الزمالك كان بيبقى عايز يروح يخلص الصفقات دي، الاهلي يعرف ان الزمالك اصلا رايح يتفاوض يروح يخلص اللعيب قبلها. اي لا، الشغل واضح، الشغل واضح قوي. الزمالك عمل لحد دلوقتي 5 صفقات، وبنسبة كبيرة لسه في 4 صفقات كمان. الزمالك بيبني فريق للمستقبل، الزمالك بيبني ل5 6 7 سنين قدام، مش مجرد انت بتجيب لعيبة وخلاص. الصفقات اللي لسه باقية في تقريبا شريف البنك الاهلي، في محمد اسماعيل زد، صفقة حامد حمدان تخلص من بتروجيت، وعندك تيدي اوكو اللاعب الفرنسي اللي ان شاء الله برضو بنسبه كبيره خلص. انت بتتكلم ادي كده 3 صفقات كمان، ممكن يبقى 4 و5. فحقيقي تحيه لجون ادوارد، كل الناس اللي شغاله في سكاوتنج الزمالك والناس الكشافه. لا بجد الناس دي فعلا بتتعب وشايفه شغلها، ولازم ان احنا نشكرهم ونقول لهم شكرا على اللي انتوا بتعملوه. ارجع واكرر تاني، انا مبسوط جدا من السريه اللي بيتعامل بيها الزمالك دلوقتي، ان الزمالك دلوقتي اخباره ما بقتش متاحه لحد. حقيقي مبسوط من اللي بيحصل، وحاسس ان الزمالك هيعمل موسم استثنائي ان شاء الله، والصفقات دي هيبقى فيه لعيبه كتير منها مفاجاه. وحاسس ان الزمالك هيعمل موسم قوي باذن الله، وهيبقى فيه صفقات كتير قوي من اللعيبه اللي جت دي هتبقى مفاجاه الموسم. وانا عن نفسي متفائل.